إذا متابعينا الكرام، البارح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اصدر تصريحات قال فيها واكد فيها بان كأس افريقيا 2025 في المغرب هي افضل نسخة في تاريخ كؤوس افريقيا. هذا باتريس موتسيبي الرئيس ديال الكاف. البارح قال لك كأس افريقيا 2025 المنظمة في المغرب افضل نسخة في التاريخ، واكد عليها. فهذا التصريحات ديالو زعزعات الزريبه ديال الجزائر والابواق الاعلاميه ديال زريبه الجزائر لدرجه انهم بداو كيسبوه وكيعايروه، بداو كيسبوه في موتسيبي، وبداو كيقولوا ليه هو دميه ديال القجع، وبداو كيقولوا ليه هو كلب ديال القجع، وشيء من هذا القبيل من هذه العبارات ومن هذه المصطلحات. عياو يحاولوا يزوروا ويفبركوا ويتهجموا على تنظيف المغرب، ما اقتنع حتى شي حد بالروايه ديالهم، بل على العكس التصريحات الرسميه كلها كتاكد بان التنظيم كان ممتاز. حتى الاتحاد المصري لكره القدم دار بيان كيقولوا بان التنظيم على اعلى المستويات. ولكن شوفوا معايا كيفاش بداو كيتهجموا على موتسيبي وبداو كيسبوه وكيعايروه. هادشي بطبيعه الحال غير مستغرب من الاعلام ديال زريبه الجزائر. سمعوا معكم بالتفاصيل. اليوم رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بعد صمت طويل خرج بتصريحات قال اليوم كأس افريقيا هي الافضل من حيث التنظيم وافضل نسخة في تاريخ كرة القدم الافريقية، وفقط مشكلة التحكيم بحاجة الى بعض الامور التقنية لازم نطوروهم، وفقط ما عدا ذلك فهي الافضل وهي انا الاحسن. شوف انا صراحه يا اخي، وهذا ما قاله الصحفي. انا اقول صراحه في رايه انا اقول صراحه كلام عادي قالوا. كلام عادي بوصفه هو موظف عند القجع وعند اللوبي اللي ينتمي اليه القجع. دونك لما تكون موظف عند المعلم ديالك، هذا هو الكلام اللي تقول العكس. انت صح تقول العكس. انا حر. انت موظف، تراك موظف عند ويقول المسؤول تاعك قال لك قول هكذا تقول هكذاك. هو اللي سينو يروح، سينو يمشي ينحيهم البلاصه. واليوم الناس تتكالب على لي بوست. قال لك اودي بان موتسيبي مجبر انه يقول لانه دمي عند القجاع، ولانه الا ما قاش داكشي القجاع غادي يجري عليه. تما رديتو القجاع، رديتو هو الذي يتحكم في ماشي غير في الكاف في الفيفا في العالم. مع العلم ان موتسيبي نهار كان كيجي عندكم كنتو كتطبلوا ليه وكتزمروا ليه، مع العلم ان الكاف لو كانت فعلا غاديه معانا لكانت عاقباتكم على ديك الروينه اللي درتوها في بعد نهايه المباراه ديال نيجيريا. مازلنا اليومنا هذا شو سميتو ايتو تعاقب، عطاو ليه غرامه وتوقيف ديال شي 3 ولا 4 المباريات، وهاد مساخه الوالدين مازال ما شفناش العقوبه ديالهم. عجيب. ما يعرفوش قيمه المسؤوليه. لا انت راح تدخل في التاريخ يا موتسيبي، ظلمت ناس، ظلمت الدول، ظلمت. نهار كيجي عندكم كنتو كديروا ليه عيد ميلاد وديك الشوهه ديال الشان، كان عاجبكم الحال مع موتسيبي. لكن دابا موتسيبي كيقول الحقيقه على تنظيف المغرب ولا خايب. الناس دفعوا فلوس، دفعوا كما قال، دفعوا كل شيء باش يديروا رياضه، باش يجوا يلعبوا، وانت اول مسؤول قابلهم. انت بالانكادرمون ديالك، بالاورغانيزاسيون ديالك، بهذه الطريقه هذه انت مسؤول، والاعوان اللي معك مسؤولين. ولما تتكلم ما تتكلمش كلمه حق. لا كان لقاء اليوم الترتيبي المنتخب المصري اكتفى بالمرتبه الرابعه، تاثر عليه ونقطه تحكيم عاوتاني ياك خسروا بضربه ترجيع. تحكيم عاوتاني مؤامره سلبيه عاشها الكولاس كما قلت لي منذ لحظات، صفيرة الاستهجان من الجمهور المغربي الذي كان حتى حاضر اللي من ناسيونال على لصقوا في اي حاجه لصقوا فيها باش يحاولوا يبينوا زعما بان المغرب عيب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم كاع ما كتصفروا، تما ما شفناكمش في الملاعب كتسبوا وكتشتموا بعبارات نابيه. يا سبحان الله، بان لكم غير الجمهور المغربي صفر على النشيد الوطني ديال مصر. ما شفتوش نتوما كتسبوا وكتعايروا وكتشتموا بالدين والمله وكتسبوا الذات الالهيه داخل الملعب وتلوحوا القراعي؟ ما شفتوش نتوما الشوهه ديالكم البارح ديال مع سبيد؟ هذه ما تهضروش عليها، هذه ما تهضروش عليها الشوهه هذه والو. النشيد الوطني المصري هذه ثاني نربطوها بتصريح حسام حسن. يا خالد، لو كنت تعرف انت المجتمع المغربي تجيك حاجه عاديه، كل ما نض تشلل الكلب الوسخ اللي عندكم نتوما باغيين تلصقوه فينا حنا.
المجتمع ديالكم نتوما ماشي مجتمع ديال الزومبي. والبارح العالم شاف الروينه اللي درتوها مع سبيد، قال لك لو كنت تشوف المجتمع تلقى حاجه هذه. تنوض تشلل يا البغل، نوض تشلل البارح راه شوتكم وصلت للعالم ولحتوا عليه القراعي وضربتوه بالحجر. شوتكم البارح كلشي تفرج فيها، شوتكم البارح كلشي تفرج فيها، كلشي شافها. قال لك المجتمع المغربي، تهضر على المجتمع المغربي شلل فمك يا الكلب يا النجس. تهضر على المجتمع المغربي شلل فمك يا الخانز. هادشي كامل علاش دابا سعراني لهاد الدرجه؟ لان موتسيبي قال لهم بان كاس افريقيا 2025 في المغرب هي افضل نسخه في التاريخ. جعروا 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 جعروا، بغاو يطرطقوا بالفقص. علاش موتسيبي غادي يقول هادشي هذا؟ مشاو كيسبوه وكيعايروه وشتموه هو وشتموا القجع وشتموا المغرب وشتموا المغاربه والمجتمع المغربي. لا حول ولا قوه الا بالله. حول ولا قوه الا بالله. مشاكل والله الا مشاكل. ولكن شوفوا ربي كيفضحهم، ربي كيفضحهم في نهايه المطاف. والله العظيم ربي كيفضحهم. هيا ويكذبوا ويزوروا ويفبركوا. كتجي واحد ربي كيسلط عليهم شي حد، ولا كيسلط عليهم شي حدث كيعريهم، كيشوهوهم امام العالم، امام الجميع، امام الكل كيتشوهوا. وهذه الحقيقه ديالكم ما تقدروش تنكروها وما تقدروش انكم تنفيوها ابدا. واش نكونوا واضحين. وهذا السعار اللي هما فيه دابا هذا دليل على اننا غاديين في الطريق الصحيح. والله العظيم الاخوان غاديين في الطريق الصحيح. فاش شوف انا نعطيكم قاعده خدموا بها. فاش تشوفوا الزريبه ديال الجزائر سعرانين لهاد الدرجه هذه كيسبوا كيعايروا بهذه الطريقه، عرفونا غاديين في الطريق الصحيح. لو ما كناش غاديين في الطريق الصحيح والله ما يهضروا بالله. ما تشوفوهم سعرانين لهاد الدرجه هذه. هذه قاعده الاخوان، قاعده خدموا بها. شكونوا واضحين. ومازال غادي تزيدوا تفضحوا باذن الله. مازال ربي غادي يزيد يفضحكم ويزيد يشوهكم امام العالم باش تبان الحقيقه الواضحه ديالنا وديالكم بجوج. من فينا على الصح ومن فينا على خطأ، من فينا متحضر ومن فينا همجي. والله يزيدكم همج على همج. وهذا الشيء اللي كاين. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام فيما يتعلق بهذا الموضوع ديال سعار زريبه الجزائر من تصريحات بطرس موتسيبي. نشوفكم في فيديو قادم مع مزيد من التفاصيل. غالبا الى الله. عاشت المملكه المغربيه الشريفه والعاشا من خانه.